السلام عليكم طلاب العراق. أول رد من خلية الأزمة النيابية على قرار وزارة التربية واللجنة العليا للصحة والسلامة بعودة دوام المدارس. قبل لا نبدأ لا تنسى لايك للفيديو، تشترك بالقناة وتفعل الجرس إذا كنت ما مشترك، وتشارك الفيديو للفائدة. مقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي يقول إنه قرار دوام الأطفال للصفوف الابتدائية الأول والثاني والثالث قرار غير صائب علميا وطبيا. ندعو وزارة التربية للعدول عنه والاكتفاء بدوام الطلبة للمراحل المنتهية بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات خلال هذه الفترة، وكوننا في ذروة الموجة الثانية. هذا البيان الرسمي من خلية الأزمة النيابية مثل ما قلنا جاي تقول انه قرار دوام المراحل الابتدائية قرار مو صحيح، وتقول انه لازم وزارة التربية تاخذ قرار انه يداومون فقط طلاب المراحل المنتهية، لان باعتبار عندهم امتحانات وزارية. اما طلاب المراحل الاولى اللي هم الاول والثاني والثالث الابتدائي فدوامهم مو صحيح وغير صائب لا علميا ولا طبيا. وطبعا وزارة التربية مثل ما تعرفون بوقت سابق انطت دوام لهذين المراحل بالاتفاق مع اللجنة العليا للصحة والسلامة. هذا البيان اللي صدر اليوم، واكيد احنا راح نبلغكم باي قرار يصدر من وزارة التربية او من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.